السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واش راكم مبروكه يدخلوا لكم الصحه والهنا. وباش ما تمنيتوا كيف ما شفتوا اليوم جيت نشارك معكم واحد لاطارت سهله وبسيطه باقل يعني ادوات ممكن تصايبوها بدون جنواز، خفيفه وكتجي لذيذه بزاف، احسن من ديال المخابز. حاجه ديال الدار نقيه وزوينه. حضرتها بمناسبه الحنه ديال 7 شهور ديال لوسي. ربي يفرحها من بعد صبر طويل، الله يكمل عليها بخير. هنايا كيف ما شفتوا جبت هذا البسكوي هذا ديال لي بودوار اللي كيديروا به التيراميسو، كيكون هكا طويل وفيه سنيده. غادي نغمسو في الحليب هكا بارد عادي، ونبدي نستف هكا في المول اللي غادي نستعمل. المهم الحجم نتوما ديروه على حساب الطورطه او الحجم اللي بغيتو. الا كانت العائله كبيره اكيد غادي تكبروها، كيف ما درت انايا كبرتها صراحه. صافي غير غمست هكا البسكوي في الحليب، قديته في الكاغط اللي غادي نقدم فيه الطورطه ديالي. صافي ودرت فوقها الكريمه. هنا استعملت الكريمه ديال هولالا، استعملت لتر، شريت هذيك ديال يوترو. كتكون صراحه لذيذه وزوينه في الاستعمال. خصها تبرد مزيان وكتطلع دغيا. صافي هنايا درت شويه ديال اللوز وكركاع مهرمش. درت واحد دانون عفوا دانيت ديال الكراميل ودرت الطبقه الثانيه ديال البسكويت حتى هي مغمسه في الحليب. ودرت فوقها ثاني الكريمه والكاوك عفوا واللوز والكركاع مهرمش وواحد دانيت كراميل ثاني. وزدت الطبقه الثالثه ديال البسكوي بنفس الطريقه. دائما كنفزقوه هكا في الحليب بارد وكنديروا فوقه الكريمه. يعني درت 3 ديال الطبقات ديال البسكوي، وهذه هي الطبقه الاخيره غطيتها مزيان بالكريمه. بالنسبه للبسكوي احتاجيت 2 ديال العلب بوزن 400 غرام. صافي هنايا كيف ما سبق لي وقلت الطورطه راه درتها كبيره على حسب يعني العائله والناس يعني باش تقد. صافي وغير كملت يعني الترتيب ديال الطبقات. غلفت لها الجحيت هذاك المول، وغلفت لها الجوانب حتى هي بالكريمه. لتر ديال الكريمه راه كفاتني صراحه، وشاط لي واحد شويه حيت الطورطه كبيره يلا جات زعما تقريبا قد. صافي هنايا من بعد ما غلفتها مزيان جبت تقريبا واحد 5 دراهم ديال الشوكولاط بيض، زدت معاه شويه ديال الحليب تقريبا واحد 3 معالق ولا 4 ديال الحليب وشويه ديال الزيت، غير هكا باش ذوبتهم في حمام مريم، غير هكا باش زعما تبقى مطلوقه شي شويه وما تجمدش. ملي زعما تشد راسها وتجمد ما تجمدش يعني بداك الكثافه بحال الا كان الشوكولاط بوحدو. الا كان الشوكولا بوحدها غادي تقصح، اما الا زدنا لها شويه ديال الزيت وشويه ديال الحليب بحال كتعلك. صافي هذه هي الصلصه اللي درت من الفوق. وصافي هنايا التزيين الكريمه اللي شاط لي درت لها ملون ازرق، ودرت هكا هذا الشكل هذا في الجوانب بالكريمه. كيف ما شفت زعما كيف ما كتشوفوا راه الطريقه سهله وبسيطه، اي واحد يقدر يديرها. صافي هنايا من بعد ما درت الجوانب الفوق درت لها حتى من تحت هكا وريضات. وصافي هنايا شريت هاد الوريضات هادو اللي كيتباعوا ديال البلاستيك يعني غير للتزيين، درت لها هكا في القناه. وشريت حتى هاد العقيق هذا كيكون باحجام مختلفه وحتى الاشكال ديالهم مختلفه. حاولت نزين هكا زعما تزيين عشوائي هكا في الجوانب. ودرت عقيقه فوق كل هذوك كيفاش غنقول لهم هذوك التموجات. كل حبه ديال العقيق درت فوق كل موجه ديال الكريمه. صافي بالنسبه للسميه درت الشوكولاط بيض عادي يعني ذوبته، وزدت له شويه ديال الزيت غير باش يساعدني باش يذوب دغيا، ما تكثروش الزيت باش يجمد لكم من بعد. وصافي ودرت شويه ديال الملون الزرق. بالنسبه للملون استعملت الغبره، هو اللي درت في الكريمه وهو اللي درت في الشوكولاط باش كتبت هاد الحروف هادو. هاد الحروف راه كاين المول ديالهم يتباع ديال السيليكون، تقدروا تشريوه من اي زعما محل يبيع لوازم ديال الحلويات.
صافي هنايا المولود القادم باذن الله اختاروا له بالاسم ديال عبد الفتاح. نتمنى من الله يجيبوا لهاد الدنيا بخير وعلى خير، وتكمل فرحة والديه والعائلة به ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطه. كيف ما شفتوا راه سهله وبسيطه وكتجي بنينه. وهذاك البسكوي كيجي بحال الجينواز، يعني اللي كلاها ما غاديش يفرق بينها وبين الجينواز، لانه غادي يتشرب داك الحليب وكيرطب. صافي راه درتها غير في الصباح والعشيه احتفلنا، راه كانت واجده مقاده، يعني ما كتاخذش الوقت بزاف بحال الا بغيتي زعما طيبي الجينواز وهذا كيشد لك شي شويه ديال الوقت. اما البسكوي راه كيجي ساهل وفي الخدمه والعمل. صافي هنايا غادي نخليكم تكملوا التتمه ديال الفيديو مع بقيه الحفله ان شاء الله. ديري هذيك اليد قريبه باش نشدها. ما دفعتها وشنو قلت لك حاجه